يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأعطانا جل وعلا الأمان النفسي والمعيشية بالتقوى فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن البر لا يبلى وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أيها الأحبة الكرام، تعرضنا في الخطبة السابقة إلى أبي بكر الصديق، وستتعرض اليوم إن شاء الله إلى معلم أبي بكر الصديق ومعلم الإنسانية أصول الأخلاق وأصول السياسة ومكارم الأخلاق، وهو سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الذي أمرنا ربنا أن نتخذه قدوة. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يمكن أيها الأحبة الكرام أن نقتدي برسول الله إلا إذا تعرفنا على سيرته عليه الصلاة والسلام، وليست القضية مرتبطة بالمولد النبوي الشريف، وإنما كل من أراد أن يتصدر للدعوة وأن يتحدث عن الإسلام لا بد أن يكون أيها الإخوة الكرام ملما بعلوم القرآن وعلوم السنة وملما بالسيرة النبوية الشريفة. ولهذا أول ما بدأ التدوين بدأ المسلمون في تدوين السيرة، ثم انبثق الحديث من السيرة لإدراكهم أن معرفة السيرة أمر ضروري لفهم الإسلام وتعاليمه ومقاصده وأحكامه. فالسيرة هي التطبيق العملي للقرآن، كيف لا؟ والقرآن نزل على رسول الله وهو خير من طبق تعاليم ربه. معرفة السيرة أيها الإخوة الكرام أمر ضروري، وسنتعرض في هذه الخطبة إلى موقف من مواقف سيرته عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تبحث عن الشباب واستقامة الشباب فستجدها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تبحث عن العمل والجد والكد فستجده في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تبحث عن الأب الحنون العطوف فستجد ذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تبحث عن الزوج الذي لا يهمل شؤون بيته على حساب رسالته فستجد ذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تبحث عن القائد العسكري الذي يكون في المقدمة فستجد ذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تبحث عن السياسي المحنك فستجد ذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل وبعد ذلك هو رسول، فهو داعي إلى ربه، فهو خير من دعا إلى سبيل الله. هذه النقطة التي سنركز عليها اليوم إن شاء الله، وهو كيف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه انطلاقا من موقف من مواقف سيرته عليه الصلاة والسلام. سيرة عميقة، سيرة عطرة، سيرة لابد أن نعي مقاصدها حتى نفهم كيف ندعو إلى الله على بصيرة. وسنتعرض إلى موقف من مواقف السيرة. فنحن الآن في عام الوفود بعد أن فتحت مكة في السنة الثامنة للهجرة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وبدأت وفود العرب تتوافد من المدينة تعلن إسلامها. لكننا سنتعرض إلى شخص واحد ولكنه بقيمة وفد كان، وذلك لمكانته في قومه وشرفه في قومه، وهو عدي بن حاتم الطائي
وسنتعرض إلى قصته، ونريد أن نستخلص من هذه القصة مواقف نستنير بها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حاتم عدي بن حاتم الطائي، وحاتم الطائي مشهور في الأدب العربي، وهو من هو في الكرم، هذا ابنه، وكان نصرانيا، فلما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كره البقاء في الجزيرة العربية والتحق بنصارى الشام. يقول عدي بن حاتم: كرهت مقامي هناك أكثر من كرهي له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لو آتيته فإن كان ملكا أو كاذبا لم يخف علي، وإن كان صادقا اتبعته. سأرجو الرواية ثم أتوقف عند النقاط التي نريد أن نستشفيها إن شاء الله تعالى. قال: فخرجت فقدمت عليه المدينة، فدخلت عليه في مسجده فسلمت، فقال: من الرجل؟ قلت: عدي بن حاتم. قال: فانطلق بي إلى بيته. يقول عدي: فبينما نحن في الطريق إذ استوقفته امرأة عجوز مسكينة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معها طويلا يكلمها في بعض شؤونها، فيقول عدي: قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم يقول عدي بن حاتم: انطلق بي إلى بيتي، فدخلنا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسك رسول الله وسادة من آدم، أي من جلد، محشوة ليف كريم، فقذفها إلي فقال: اجلس على هذه. وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة واحدة خدم. يقول علي: قلت: بل فاجلس عليها أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت. قال: فجلست على الوسادة وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. يقول علي بن حاتم: قلت في نفسي والله ما هذا بعمر ملك. ثم قال لي علي بن حاتم، سماه باسمي: هل تعلم من إله سوى الله؟ قلت: لا. قال: هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت: لا. ثم قال له: ألم تكن ركوزيا؟ وهي ديانة أيها الإخوة بين النصرانية والصابئة. الصابئة دي ديانة مثل موجودة اليوم في العراق، ينتمون لسيدنا يحيى. ألم تكن تمشي في قومك بالمرباع، أي تأخذ ربع الغنائم؟ قلت: نعم. قال: وذلك لم يكن يحل في دينك؟ قلت: أجل يا رسول الله. نتوقف أيها الإخوة الكرام عند هنا، بديع الجواب بتاع حاتم والإسلام، وسنتوقف عند 4 نقاط إن شاء الله. النقطة الأولى: هذا الرجل صادق مع نفسه، أرضيته سليمة، طينته سليمة، معدنه سليم، كره دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينافقه مثل ما نفقه عبد الله بن أبي بن سلول، وبقي ينصر الإسلام من الداخل، بل غادر الجزيرة العربية. هذا الرجل معدنه سليم. استمعوا إلى هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، وهو حديث صحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، تجدون الناس معادن، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا، أو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وخير الناس، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أي في الإسلام أكثرهم له كراهية. غريب شوية، أكثرهم له كراهية. وتجدون شر الناس ذي الوجهين الذي يمشي في هؤلاء بوجه ويمشي في هؤلاء بوجه. هذا علم اجتماعي أيها الإخوة الكرام. الناس معادن، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية. هذا علي بن حاتم معدنه صافي، يشبه معدن عمر بن الخطاب. كان شديدا على الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأصبح شديدا على الكفر
في مجلس جلست فيه بالكفر إلا سأجلس في مجلس جلست فيه بالإسلام. شكون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول الناس معادن، تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا بقوا. الناس أصحاب المبادئ، إذا عرفت كيف نقدم لهم الإسلام. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أي في الإسلام أشدهم له كرهين. أصحاب المبادئ إذا عرفنا كيف نقدم لهم الإسلام أحبوه ودافعوا عنه. مش هي الطبقة اللي فيها غبش والرد بال منها. وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذين يمشون لهؤلاء بوجه ويمشون لهؤلاء بوجه. أريد أن أسرد عليهم حادثة قرأتها في صحيفة من الصحف ثم تأكدت منها مع بعض الإخوة عن طريق الإنترنت، وأوردتها صحيفة عقاب أونلاين. ثم تأكدوا منها لأن تجيب هذه الأمور التي تحترز منها نوعا ما، والإعلام الذي يتعرض إليه كثير. شخص ينتمي إلى حزب الحرية المتطرف عنه، كان له دور كبير في إنتاج الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينتمي إلى حزب متطرف جدا شديد الكراهية للإسلام. هذا الرجل صدمه أو تساءل عن سر هذه الهزة للمسلمين من أجل نصرة نبيهم، ولو أن سلوك المسلمين في آخر الأمر ليس كله على ما يرام، مش مشكلة على الفرصة هي كده. فأدرك أن في هذا الدين سر هو المعنى. وقت الإنسان يحب يبحث عن الحقيقة. الحقيقة ضالة في المؤمن، فذهب يبحث دراسة معمقة للإسلام، وبدأ يحتك بالمسلمين في هولندا، وإذا به يجد كنوزا، فهو دين الفطرة ودين التوحيد ودين الله سبحانه وتعالى الذي يخاطب أعماق الإنسان. هذا الرجل أعلن الإسلام وذهب إلى مكة، والذين في الصحيح قالوا نحن شاهدناه في مكة والتقينا معه في مكة وهو يأتي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وندم ندما شديدا جدا على إيذائه وهو يعلم أن حزبه شديد الإيذاء بالإسلام والمسلمين. ندم ندما شديدا جدا وأراد أن يكفر عن ذنبه، وعلم عظمة هذا الدين وصدق هذا الدين. على الناس يكون سكرة وما ينفعهم سبيل أمام الإسلام ومش فاهمين الأعماق بتاعه. هذا هو اللي نخدموا عليهم أحد، ونخدموا عليهم خدمة دي ما تشوفوها دولة في الحادث الذي ذكرت وسردتها لكم. هذه الحادثة إن صحت فهي تدل على فطرة الإسلام وأن الناس فعلا معادن في تونس غير تونس. واسمعوا لي أيها الأخوة الكرام أن أتوقف عند كلمة تقال في الإعلام لكنها يبدو أن فيها نوعا من التعبير عندما يقول أن الشعب التونسي ذكي والشعب التونسي واعي والشعب التونسي كذا. كلمة أخاف أن يراد بها نوع من الاستدراج أو نوع من الاستعطاف من النفاق السياسي. هذا الشعب هو كبقية الشعوب، فيه الذكي وفيه المجرم وفيه المنافقون أو الحديث يقول، وفيه أصحاب المبادئ، وفيه الذين يريدون الخير، وفيه السراح. ما شكون سألنا سيكون مبارك وشكون عندنا مثلا هيك واحد فرق سعر. هذه الكلمة ليست دقيقة في علم الاجتماع. ولو كان هذا الشعب ذكيا وواعي لماذا ما زال يتكي على الدولة المطلبية بتاعه؟ علاش ما تفتش هيئات المجتمع المدني تنظم نفسها في الشوارع وفي المدن؟ ولماذا نزلت عنها عملية الدولة والاتكال عليها وتنحبوا التكلوا عليها؟ واتكلوا على انفسنا وننظم شوارعنا وننظم الأحياء بتاعنا ونحييه المجتمع كان اسمه قبل نسميه المجتمع الآلي، ونقف ديما على الاتكالية على الدولة في كل شيء
المؤمنين رجالا من أهل الكتاب من الطبيعي يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وكل تعميم خطأ. الذي يقول على صوته لأنه في الحقيقة عندما نشخص واقعا كما شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسألون عن أكرم العرب. هذا جاء في تفسير سورة يوسف قالوا له من هم أكرم العرب؟ ما قالوش تجدون أكرم العرب فتجدون أجد الناس فهو يتحدث عن كل الناس. هذا تشخيص اجتماعي في الاجتماع. نرجع إلى حديث عبيد بن حاتم بالمنطقة قال فدخلت عليه المسجد فسلمت عليه وليس مسلما. شوفوا الأريحية التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين لو في عز القوة بتاعهم لا سيد ولا قالوا شنو دينك ولا أسلمتي ولا دخل في الجامعة. قال فانطلق بي وقال ما رجل. وهذا من آداب المسلم الذي يريد أن يدعو إلى الله أو يريد أن يتواصل مع غيره من المسلمين أن يسأل عن اسم الإنسان والإنسان عندما يناديه باسمه تقترب منه. هذه من آداب الإسلام. قال من الرجل؟ قال عبيد بن حاتم. مش معنى شكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق به إلى بيته. ما قالوش إياه للمسلم، ما قالوش تشهيد رشد المال بتاعك، ما قالوش توصلون في التوحيد، ما قالوش التي أشعرية حنبلية مالكية كلنا نسميه في التسميات. فانطلق به إلى بيته. قال فبينما والله قال فبينما هو عامد إلى بيته لقيته امرأة. هذا الاختبار لعبيد بن حاتم عنده ميزان الرجال. شاف وقف النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة العجوز وكيف أطال معها الوقوف فعلم أن ذلك ليس تصنعا إنما جبلة فيه. هذا التواضع جبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس تصنعا كما يعمل الكثيرون. يعملون في الوعظ وهو يعمل كل هذا. التواضع صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي عرج به إلى السماوات السبع إلى السماوات الأولى. فعلم أن ذلك ليس تصنعا وقال والله ما هذا بأمر ملك مش في طول ياسر مع امرأة عجوز يستمعوا منها. أيها الإخوة الكرام التواضع خلق جميل جدا. لا نستطيع أن ندعو إلى الله إذا استعلينا على البشر وخاصة المصاب منهم. حتى إذا كنت طاعة سنشربوه والتطايرات ياسر يستهدي على الناس. هذا أخطر استعداد أخطر ولا تستطيع أن تدعو غيرك إلى شعورك بأنك متكبر عليه سواء كان ذلك بجهل أو بمال أو بطاعة حتى بالطاعة. ثم دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. بيت رسول الله متواضع وجلسة رسول الله على الأرض ويملك في بيته وسادة. قد تشدخل في الدنيا كينان يقول حتى عنه الحق يكسب لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بيته. الرجل صبر شيء عن الدين عن الإسلام قال في نفسه والله ما هذا بأمر الملك. هي الملك شنو الملك؟ وهو الملك والتملك. وقيل أن مشاهد هذا بالجنة. هل أدلك على شجرة الملك هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبدأ؟ التملك فينا مرموز فينا. هل أدلك على شجرة الخلد وملك وأنا والإبليس يعلم ترتيبة آدم حب الملك مرموز فينا. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبدأ؟ والله ما هذا بأمر الملك. ثم أيها الإخوة الكرام عند ذلك عندما استأنس الرجل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه وسادة جلس عليها واستأنس بجلوسه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول درس في العقيدة. فشمش تحت الواحد على كلام الحرام وعقيدته هذا عقيدته في الله وعقيدته في القرآن. كله قال الله تعالى نزل تعالى أول درس في جنتين التي فسروا في علاقة الذات والصفات ولم يفسروا في الكلام الكبير الذي يسمعوا فيه وفي التنظير وفي علم الكلام الذي ظهر في القرن الثاني الهجرة عندما بدأ المصطلح وفي علم الكلام. هل تعلم من إله سوى الله؟ هذه الجزء الأول من التوحيد. لا إله إلا الله نفي كل آلية الله والإثبات كله لله تبارك وتعالى. فقال نعم. هل تعلم من إله سوى الله؟ فقال نعم. تنظر بسيط جدا ولكنه عمل زيادة. نفي
وردوا فيها بحوث مغلة التنظير، سمعوا علم الكلام، تفرق بها المسلمون فرقا. ثم قال له أن تعلموا شيء أكبر من الله، فالله أكبر مما نتصور أيها الإخوة، وكل ما في ذهنك فهو سوى الله، ولا تتفكر في ذات الله ولا تتفكر في خلقه. وأي صورة ستقيمون على الذات فهي تنبع من المادة ومن العالم المحسوس، والله تبارك وتعالى خلق المادة. فقال علماء الأصول كل ما في ذهنك فهو سوى الله، فلا تتفكر في ذات الله، تفكروا في وجوده وخلال الكون. انظروا في هذا الكون ستجدون آثار خلق الله في هذا الكون، وآثار دقة صنعته جل وعلا، وآثار حكمته في هذا الكون. فنصل من الله من خلال الكون ننظر فيه بعقولنا وفي وجداننا، لكن لا نتفكر في ذات الله كيف هو. فالله أكبر من أن نتصوره، ورحمته أكبر من أن نتصور، وكذلك عذابه أكبر من أن نتصور. أن تعلموا شيء أكبر من الله قال لا. تأخذ بالعقيدة أيها الإخوة، نبدأ دائما من العقيدة ونرجع إلى العقيدة، ويجب أن تكون عقيدتنا صعبة لا نفس فيها ولا شد فيها. لكن إذا وجدت أحدا عنده داخل عقيدته نوع من الشرك فإنه على ذلك بحكمة وروية، فرد شيء مرة العزيزة بدأ نقول القزات تعتقد في مريم وياه كلها أنت يعني قبل هذا شرك وكذا، فأنت تصدق يشرك قل كيف يكون. كان شيء واحد لما كبيرة قل اسمع روان يمشي يقولي الفان أكثر من اليوم روان لك مشرك قل كيف يمكن أكثر. إذا القضية شكون كلمة محدث الناس على قدر عقولهم، أن يحقون أن يمتثل الله ورسوله كيف يكون سيد عليه الانتقال. حدث الناس على قدر عقولهم، العالم حكم العلم وسهل. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت له ثقافة واسعة في عصره، يعلم الأديان ويعلم ثقافة عصره، واللي يحب يخاطب قوم يعرف الثقافة بتاعه، واللي يحب يدعو الشعب التونسي يعرف ثقافته، ويعرف التصنيفات بتاعه، ويعرف الأمراض بتاعه. فقال له ألم تكن لكم سير؟ قال نعم. قالوا هل كنا دين بين الصعب أو النصراني؟ ألم تكن تمشي بقومك بالمرباح؟ ألم يكن قومك يرفون لك الركوع من خلائل عبده؟ قال نعم. قال ألا تعلم أن ذلك لا يحل في دينك؟ قال نعم. أجل يا رسول الله. شفت تعرف القول الخصم بتاعك الفكر، وتعرف نقاط الضعف بتاعه، وتقرأوا العقيدة، تقرأوا الرؤية الفكرية بتاعه. أبو حاتم الرازي درس الفلسفة حتى يرد على ابن رشد، فكتب تهافت فلاسفة، فكتب ابن رشد تهافت التهافت. طيب الناس قاعدين يفهموا الفكرية، درس الفلسفة حتى يرد عليه. إذا أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن تجادل مفكرا يجب أن تعرف رؤيته الفكرية وتعرف نقاط الضعف فيه. عند ذلك تستطيع أن تحقق ما ترجو إليه، وهو أن نصل إلى الحق، والحق ضالة والحقيقة ضالة بالمؤمن، فهو أولى بها أينما أدركها. خذ موقف هذا وحكمة وقعت يوم المركز يتاخذ رزق الجاع وما يدخلش، واحنا نبقى المساجد بتاعنا اليوم نعملها برنامج آخر ونترجم العقيدة بتاعنا ونترجم الإسلام بتاعنا في الكلمات الصغيرة في الفرنساوية والإنجليزية والألمانية والسائح المجيء وجمعيات والله صلى على النبي بدون ترجمة ويعرفوه بديننا، ويشوف ساعات يحب يشوف صفات الإسلام، وساعات يدخل سائح يشوف ويدخل في هذه الأهداف مناسب. عند ذلك تكون دعوة إلى الله، ولما لا تكون دعوة إلى الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. يا رب فرج كرباتنا يا رب العالمين، امن روعاتنا، استر عيوبنا،
هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين، هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين، هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، فرج كرباتنا يا رب العالمين، اختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. آمين. أيها الإخوة الكرام، لا نجاة لنا إلا الرفق والرفق، ولا شيء غير الرفق. أن يرفق بعضنا ببعض، حاكم ومحكومين إذا صح التعبير، أن يرفق بعضنا ببعض. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذا حديث تروي عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. في الحديث الثاني إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف أو على ما سواه، فذكر العنف مقابل الرفق. في الحديث الأول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. في الحديث الثاني إن الله رفيق يعطي على الرفق. وشو في آخر الأمر عنا؟ ونوجد الأجر، ونوجد الأجر، الغاية بتاعنا الأجر، والغاية بتاعنا أن يصرف أمرنا، يصرف بالذات يتصرف، بس ما يمشي ما يشوفش عنكم مشقة، ما يكونش الناس كلهم خايفين. ربي من علينا من على أهل قريش من أمن، قطعهم من جوع وعنهم من خوف، الأمن الغذائي والأمن النفسي. شو الأمر عشان الأمر شو؟ لا نبعد عن الجنة، نبعد عن رضا الله، فإن الله يحب. ربي يحب الرفق في الأمر كله، وعندما تأتي الأمر في كل شيء، في أمور الدين والدنيا السياسة الاقتصاد كله، في الأمر كله إن الله يحب، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. في الحديث الثاني تروي عائشة إن الله رفيق يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف أو على ما سواه. في الحديث الثالث تروي عائشة إن الرفق ما كان بشيء إلا زاله، وما نزع من شيء إلا شاله. الرفق يزين هيك الأخلاق، يزين السلوك. أيها الأخوة الكرام، مع شكل مجتمعنا من استبداد سياسي ولا لدينا ضغط العنف، أكيد الوعي بتاعنا تحطم الداخلين، يزلنا على الوعي ذات جو جماعة انطلاقا من ديننا، ونتخذ هذا بعض انطلاقا من ديننا، يزلنا إعادة وعي وأقول بصراحة قلت لكم في تعودة قضية ليست قضية كتاب الدستور أو وعي في كلمة الضمير وأخلاق كونية كذا. أعطينا اللي بالفاكة ده النوعية واحدة انطلاقا من ديننا وتأسيا لبعض المجتمعات الآسيوية المسلمة اللي تجاوزت كما اندونيسيا وماليزيا مجتمعات حتى يجيوا العيش يشوفوا سلوك راقي. مش معنى الإنسان يجي لأوروبا يجي يتعلمهم وشو النظام وشو الطرق وشو الطرق تعلموا صوت ديننا يوجد من يعرف وعي داخلي العنف مدارسنا العنف بيوتنا. اتبع حديث الرسول السيدة عائشة يعني الملك كان رفيقا في بيته وقال الإنسان تعرف ترشد التجارة ويبدأ عنده واسط في المجتمع. لا، السيدة عائشة تتحدث عن الرفق وعن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف وعي داخلي. مسألة بسيطة في الشارع كلام كبير في الشارع، وتقع حوادث تقع في كل الكل وتقع في طول الأرض كله، وعندنا ظروف حضارية مش نحلوها إلا هذا يخرج منه يقدر من الأمر الأمر يشمل عديشة انطلاقا من ديننا يعني من أصول ديننا من الأحاديث اللي كنت تصل فيها أيها الإخوة الكرام. إذن العنف ما عشناه أيها الإخوة الكرام من عقود من الاستبداد السياسي دمر مجتمعاتنا على كثير من المستويات. أحبابنا الكامل، وإذا كانوا يتوحش الدين والمسلمين القضية ليست قضية بالظهر إنما قضية بالعمر. ونقوم ونعلم قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسكم، ابدأوا من تغيير أنفسكم. إن شاء الله مش عندنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يستعملوا القرآن
تشبه الدعاء تحت وجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء مبتدئين بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اننا عبيدك وبنو عبيدك وبنو ايمانك ناصين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء. نسالك بكل اسم هو اذا سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. ربنا لا تترك لنا في مقابل هذا الذنب الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا ولا فيها صلاح ولا قضيت برحمتك يا ارحم الراحمين ولا شافك علينا عمل البر الا اصلحته واهديته يا رب العالمين ولا طريقا من خيرك فتحته ولا طريقا من شر الا غلقته ولا دين الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. امين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم